امتلاك هواية يعني يكون عندك نشاط تمارسه بوقت فراغك بدافع الحب والمتعة الشخصية لتحمي نفسيتك من الضغط والتوتر ومشاكل الحياة ومسؤولياتها يلي ما بتخلص. ولما نخصص وقت ولو صغير خلال اليوم نعمل فيه شي نحبه بيساعدنا لنحقق التوازن بين جوانب الحياة المختلفة، بين العمل والأسرة والحياة الشخصية، وبالتالي حياة أكتر صحة وسعادة. من الآخر يعني الهواية مانا تضييع للوقت، بالعكس هي استثمار بحق ذاتك يلي لازم تمنحها المساحة للراحة والنمو والاستمتاع بالحياة. ولأنه نفسيتك هي أهم شي بهالحياة لازم يكون عندك هواية. وإذا كانت هوايتك المفضلة هي القراءة بس ما عندك الوقت الكافي لحتى تمارس هوايتك المفضلة، خصصنا إلك هالقناة. قناة اقرأ بتهتم بتلخيص أهم الكتب يلي رح تغني عقلك وقلبك. يعني هلأ صار فيك تسمع كتابك المفضل بأي وقت كان، سواء بالشغل أو بالبيت أو حتى بوقت فراغك. اشترك بقناة اقرأ هلأ وبلش طريق المعرفة المستمرة، المعرفة يلي حتغير حياتك.